تفتكر لو جبت هدية غالية لخطيبتك ممكن تفرح بيها ولا تفتكرك بتحاول تكسر عينها؟ إيه اللي حصل مع أخويا؟ كان درس ما يتنسيش أخويا. امبارح اشترى آيفون جديد لخطيبته وكان فرحان بيه قوي، وجاي لي يقول لي: إيه رأيك؟ أنا ناوي أعمل بيه مفاجأة. أصلي عمري ما عملت لها مفاجآتي قبل كده، وأنا بصفتي أخته وحبيبته حسيت إن في حاجة مش مريحتي قلبي. رحت من وراه وكلمت خطيبته وقلت لها: علامسي يا ستي، محمد أخويا جايب لك هدية فخمة قوي، بس أنا كبنت حاسه إنه بيختبرك، هيشوف هتقبليها ولا هتتصرفي على إنك بنت ناس وشبعانة وترفضيها بشياكة. تاني يوم راح يقابلها وهو شايل الهدية ومتخيل رد فعلها هيبقى زغاريد وفرحة، لكن للأسف رجع زعلان جدا، والهاتف لسه في إيده بيقول لي: تخيلي رفضت الهدية وبتقولي إني جايبها عشان أتحكم فيها أو أتكبر. حاولت أصلح بينهم لكن واضح إن الكلمة اللي اتقالت وجعت ومفيش فايدة. وأخويا من ساعتها وهو محتاس بالآيفون مش عارف يعمل بيه إيه. وعلشان كده بالله عليكم حد يدلني على خلفيات حلوة للآيفون ده، يمكن يبطل